الأسد سكار هو واحد من أشهر الشخصيات في عالم ديزني، معروف بدهائه وسرعة بديهيته وقدرته على التخطيط والتحرك بذكاء. وطبعا هو اللي بيعتبر الخصم الرئيسي في الفيلم الكلاسيكي ذا لايون كينج اللي تم إصداره سنة 1994، وبيعتبر الأخ الأصغر للملك مفاسا والأمير التاني في أرض العزة. وكان دايما معروف ببراعته في التخطيط والمناورة، وشخصيته بتمثل الطموح والشراسة مع غيرة واضحة تجاه أخوه. وندبته الشهيرة على عينه الشمال هي اللي ادت له الاسم بتاعه بعد حادثة مشهورة حصلت له في فترة شبابه. ومن البداية كان دايما بيعيش في ظل أخوه الكبير، وبيمتلك فهم واسع لكل تفاصيل المملكة وحركة الحيوانات فيها، وفي نفس الوقت بيعيش على الهامش بتاعها، بيراقب من بعيد وبيتعامل بخبث مع المواقف اللي كانت بتخدم مصلحته. وقبل ما نبدأ في سرد أحداث حياته بالكامل، لو كنتم بتحبوا تعرفوا تفاصيل أعمق عن الشخصيات والمراحل المختلفة في حياتهم، فياريت لو سمحتم تدوسوا لايك وتعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس، لأننا على وشك الانطلاق في رحلة كاملة لتتبع كل خطوة في قصة الشرير ده، من طفولته لغاية ولادة سيمبا بكل الأحداث والمواجهات، ومش هنتخطى أي تفصيل مهم فيهم. وفي البداية زي ما كلنا عارفين، فسكار اتولد في أرض العزة كأمير تاني لأسرة ملكية عريقة، فهو كان ابن الملك العظيم أهادي ووالدته أورو. ومن لحظة ولادته كان قدره أو مستقبله بالفعل تم تحديدهم، فشقيقه الأكبر مفاسا كان هو الوريث المنتظر للعرش، في حين إن سكار نشأ في الظل وكان بيحمل جواه شعور مبكر بالغيرة وعدم الانتماء. لكن في طفولته كان اسمه طاقة، وكان أي نعم أضعف جسديا من مفاسا، لكنه في نفس الوقت كان عبقري وأذكى بكتير منه، وكان دايما شايف في نفسه الملك الحقيقي اللي عمره ما حصل على فرصته. ومع مرور السنين الغيرة دي اتحولت لحقد صامت، وطاقة بدأ يخطط لإثبات إن هو مش أقل من أخوه. ومن هنا بتبدأ الروايات المختلفة حوالين اللحظة اللي غيرت مصيره للأبد. والرواية الأولى ودي اللي بتعتبر الأقدم واللي كانت بعنوان قاتله اوف تو براذرز، واللي بتقول إن طاقة حاول إن هو يتخلص من أخوه بخدعة مميتة، فدفع مفاسا لمواجهة قطيع هايج من الجاموس البري. لكن القدر اتقلب عليه، وهو نفسه اللي تعرض للهجوم ده، وتلقى ضربة عنيفة سابت ندبة عميقة على عينه الشمال. لكنه ما كانش هيقدر ينجو أبدا لولا تدخل مفاسا اللي أنقذ حياته رغم خيانته ليه. وبعد ما الملك أهادي قام بتوبيخه على فعلته، طاقة اختار إن هو يتخلى عن اسمه القديم وأطلق على نفسه اسم سكار كعقاب دائم وتذكير أبدي بخطيته. أما الرواية التانية واللي تم اقتباسها من مسلسل ذا ايرون جارد اللي تم إصداره سنة 2016، واللي البعض شايفها أكتر رسمية وشهرة من الأولى، واللي بتقول إن سكار كان قائد حرس الأسود وحامي أرض العزة، وتم منحه قوة أسطورية كانت معروفة بزئير الأسلاف. والقوة دي ما كانش بيتم منحها أبدا إلا للقادة المختارين، لكن الطمع والغرور خلاه يقع في فخ تم تدبيره ليه من قبل أسد تاني، وتعرض للدغ من قبل كبرى سامة في عينه، والسم ده هو اللي ساب أثر الندبة دي وراه. لكن بعد كده سكار اتعصب جدا وقدر إن هو يقتل الكبرى والأسد الخاين ده مستخدما الزئير بتاعه. لكن المحزن في الموضوع ان هو لما راح لمفاسا، مفاسا نفسه بدأ يسخر منه، وهو اللي منحه لقب سكار على سبيل الاستهزاء بيه، علشان بعد كده الكلمة دي تتحول لجرح أعمق من الندبة نفسها. ومع مرور الوقت الإحباط اتحول لكراهية، والكراهية اتحولت لشر مطلق، علشان تبدأ رحلة سقوط الأسد اللي اتولد أمير وكان من الممكن ان هو يكون الملك، لكنه اختار ان هو يبقى شرير ومجرم. وطبعا بعد حادثة الندبة الشهيرة دي، سكار فقد مكانته جوه القصر الملكي في عهد والده. ومع بداية تولي مفاسا مسؤوليات القيادة، سكار انسحب تدريجيا للظلال وبقى معزول بدون سلطة أو نفوذ، وكان دايما بيكتفي بمراقبة أخوه وهو بيتم تهيئه علشان يكون الملك، في حين إن شعوره كان بيزداد بالقسوة يوم بعد يوم. ومع مرور السنين مفاسا كبر واتجوز، وبقى وجود وريث للعرش أمر متوقع، وده اللي شكل ضربة جديدة لسكار اللي أدرك إن فرصته في الحكم تكاد تختفي بشكل كامل. فبدأ يعيش على أطراف أرض العزة،
وكون قاهرة صامتة وبدأ يتعامل مع مخلوقات منبوذة زي الضباع، مش كخطة للانقلاب الشخصي بل كملاذ نفسي. ومع ولادة سيمبا بقى واضح جدا لسكار إن العرش ما بقاش بس بعيد عنه، بل تم سلبه منه للأبد، علشان تبدأ جواه بذور الحقد الحقيقي اللي غير مصير أرض العزة بعد كده. فسكار خطط من البداية إن هو يتخلص من مفاسا وسيمبا مع بعض، وفي الأول استغل براءة سيمبا وخلاه يروح لمقبرة الأفيال علشان الضباع تهاجمه. لكن لما مفاسا أنقذه فشل الجزء الأول من الخطة بتاعته. لكن سكار عمل بعد كده خطة أشر وأدق بكتير، وخلى سيمبا ينزل لوادي ضيق بحجة إن هو يتدرب على الشجاعة وإن هو يعلي زئيره. بس في نفس الوقت أمر الضباع إن هي تخوف قطيع ضخم من الجاموس الوحشي علشان يندفع بتدافع مرعب ناحية الوادي. وبعدها راح لمفاسا وقال له إن سيمبا في خطر، وهو عارف طبعا إن مفاسا هيجري علشان ينقذه. وفعلا مفاسا دخل وسط وادي التدافع وأنقذ سيمبا، لكن هو نفسه اتزق على حافة الوادي. بس فجأة قدر إن هو يقفز قفزة عالية من وسط القطيع وبدأ يطلع جبل مرتفع، ولما وصل للقمة اتفاجئ بسكار اللي بدأ يتوسل له علشان يساعده، لكن سكار غرس مخالبه في ايده ورماه من فوق علشان مفاسا يقع تحت أقدام القطيع ويموت. بس قبل ما نكمل في معلومة مهمة جدا لازم تعرفوها، وهي ان نسخة الاسد الملك اللي احنا بقالنا سنين طويلة جدا بنشوفها ما كانتش هي النسخة الاوريجينال او الاصلية للفيلم ده. فالنسخة الاصلية كانت اكتر رعبا وتأثيرا من الاصدار الاخير، ومشهد موت مفاسا كان من اكتر المشاهد اللي اتجربت بشكل مرعب نفسيا. فوقتها شفنا مفاسا وهو بيقع على الارض وسط القطيع وبيموت، وسيمبا كان بيقرب منه ببطء ومن غير اي موسيقى. لكن فجأة في أغنية مرعبة اشتغلت وسكار خرج من وسط الغبار بزاوية وبنظرات مختلفة تماما عن اللي احنا عارفينها. وزي ما احنا عارفين فسكار استغل صدمة سيمبا وأقنعه إن موت والده كان بسببه وخلاه يهرب من المملكة. وفعلا بعد ما أعلن إن مفاسا وسيمبا ماتوا قدام اللابوات تظاهر بالحزن في البداية، وبعدين طلع على صخرة العزة وتولى العرش وجاب الضباع تعيش معاه في نفس المملكة، وفعلا بقى هو الحاكم لفترة طويلة بعد كده. وبعدين نروح لمشهد تاني كان من ضمن النسخ المبكرة من القصة الأصلية، واللي كان عبارة عن حدث مظلم بين نالا وسكار بعد ما تولى القيادة. فمع نقص الطعام وسيطرة الضباع، سكار حاول ان هو يفرض سيطرته بالكامل على اللابوات اللي موجودة، وركز بشكل خاص على نالا لانها كانت قوية ومؤثرة بينهم، وطلب منها ان هي تكون شريكته وملكته بالقوة. لكن نالا رفضت تماما، ولما حاول ان هو يتقرب منها بشكل عدواني هجمته وخدشته دفاعا عن نفسها. وبعد كده سكار جمع باقي اللابوات واعلن ان نالا هتكون هي الملكة الجديدة بتاعته، لكنها رفضت قدام الجميع، وطبعا ده تم اعتباره كتحدي مباشر لسلطته، فهددها بالنفي لو ما غيرتش رأيها، وده كان هو السبب الاساسي وهروب نالا خارج ارض العزة بحثا عن المساعدة، وده اللي مهد بعد كده لرجوعها هي وسيمبا لمواجهة سكار. وطبعا الفيديو الموجود دلوقتي على اليوتيوب واللي كان بعنوان سكار مادنس او جنون الملك سكار ما كانش هو الفيديو الحقيقي اللي موجود في النسخة الأصلية دي زمان، بل هو كان مجرد فيديو انيميشن عادي من صنع المعجبين. لكن في اللحظة الحاسمة اللي احنا كلنا عارفينها، سيمبا بيرجع لصخرة العزة علشان يواجه عمه بعد سنوات من الهروب والشعور بالذنب بسبب موت والده. وسكار حاول ان هو ينقذ نفسه في البداية بالكذب، وبدأ يلوم الضباع ويقول ان هما كانوا السبب في كل شيء. وسيمبا رفض ان هو يقتله بشكل مباشر وامره بالرحيل، لكن سكار حاول الهجوم عليه من الخلف في محاولة اخيرة للنجاة. لكن سيمبا انتصر عليه وقدر ان هو يرميه من فوق الصخرة للاسفل، وهناك الضباع قربت منه ببطء بعد ما سمعوا خيانته ليهم ومحاولته تحملهم كل الجرايم. وفي لحظة رعب أخيرة سكار اتحاصر تماما، والضباع هاجموه انتقاما منه علشان تنتهي حياته وسط الظلام والنار المشتعلة حول أرض العزة، في سقوط بيعكس نهايته كحاكم خاين فقد ولاء الجميع. مع العلم ان النهاية الحقيقية للفيلم ده كانت مختلفة تماما عن الختام اللي احنا عارفينه، واللي المؤلفين حذفوها لان وقتها المشاهدين اعتبروها خاتمة مزعجة وعنيفة ومظلمة جدا لجمهور العائلات. فأثناء المعركة بعد ما سيمبا قام بإلقاء سكار من فوق الصخرة،
سكار قدر ان هو يتشبث بالحافة وطلب المساعدة، وسيمبا اتمسك بمبادئه الأخلاقية وقرر ان هو يساعد عمه على الصعود. لكن طبعا سكار حافظ على طبيعته الشريرة وقام على طول بإلقاء سيمبا من فوق المرتفع، لكن من حسن الحظ ان سيمبا وقع على شجرة محروقة ودي اللي حمته من الصعود في النار. لكن سكار افتكر ان سيمبا مات فبدأ يضحك بشكل جنوني وما خدش باله ان الحريق كان خلاص بدأ يحوطه من كل جانب والنار ابتلعته بالكامل وهو صاحي وكان بيضحك كمان. والمشهد ده هو اللي تم تصنيفه بعد كده كأرعب مشهد كرتوني في تاريخ أفلام شركة ديزني كلها وممكن في تاريخ الكرتون كله كمان. وبالتالي الاستوديو والمخرجين قاموا بحذفه علشان يتجنبوا إصابة الأطفال بصدمة نفسية وعلشان يعلموهم إن الخير دايما هو اللي لازم ينتصر على الشر في الآخر. ومن وقتها ديزني ما جاتلهاش الجرأة أبدا إن هي تقوم بإعادة إصدار النسخة المرعبة دي من فيلم ذا لايون كينج لغاية اليوم اللي احنا فيه ده. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا النهاردة، واتمنى انها تكون عجبتكم، وياريت تكتبولي في الكومنتات عن الشخصيات او القصص المرعبة اللي انتوا حابين ان انتوا تسمعوا عنها في الفيديوهات اللي بعد كده. واستنوني المرة الجاية في حلقة جديدة من قناة مهووس معلومات، واشوفكم على خير ان شاء الله.